هذه الفرقة تتمدد في بلاد الإسلام والمسلمين وينتشر اعتقادها في بلاد الإسلام انتشارا لا للشيء. إنها فرقة الرافضة والشيعة. خلي استقبل الأخوة الكرام. أول شيء أخذ الأخ من أظن فرنسا. تفضل من فرنسا. السلام عليكم الحاج وائل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والسلام على الشيخ ميثم الموسوي. حياكم الله مولانا. تفضل. أشكركم على هذه قناة الحجة. نعم. أنا يعني جزائري مقيم في فرنسا. كل الشرف. ويعني والله يشرفني يا حج يعني باش يكون عندنا هذه المداخلة ويعني المبادلة الفكرية بطريقة كيفاش يقول حضارية، وبطريقة يعني تعطي المستمع المجال حتى يعبر، ونشوفوا يعني على أوجه الخلاف يعني بغض النظر على الموضوع. يعني لازم يكون عندي مداخلات في حلقات يعني باش نبين لك حج وعد يعني كيفاش نقول لك بالعربية الفصحى للأسف ونقول وأسفاه يعني على التاريخ المحرف الذي حرفه الذين اغتصبوا حق التاريخ، يعني حق حكاية التاريخ. في الجزائر أنا يعني ولدت وتربيت في الجزائر، وتعليمي كان باللغة العربية، يعني الأم تاعي مدرسة تربية إسلامية يعني مادة دينية بحتة. كان حديث العترة احنا يعني الذي درسناه في الجزائر يقول، وكأنهم نقشوه على ظهورنا سبحان الله، يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يعني الحديث ما قدرش ننساه، وكان في عمري بالك 6 سنوات أو 7 سنوات، يعني بعد عمر طويل الحمد لله الذي هدانا إلى الحق. ويعني في كتب السنة وليس في كتب الشيعة. أنا يعني حتى الدقيقة هذه كل معرفتي في كتب السنة، الذي يعني نحن يعني للأسف أهل السنة جاهلون بديننا حقيقة. يعني تمشي للمسجد وتسمع الإمام وكأن الإمام هو رسول منزل، ويعني يقول قال الإمام، يعني ما فيهاش نقاش. حرفت لي لأغراض سياسية، لأغراض أقول كرها لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كرها للذين نصبوا العداء لأهل البيت، وكرها لعلي بن أبي طالب ومكالته عليه السلام، وخوفا من فقدان الخلافة في المستقبل. وتربعوا على عرش الخلافة إلى يومنا هذا. يعني حتى يعني الناس يعني عندهم يعني باش نصحح، يعني سامحني ولا كانت مداخلة تاعي طويلة حج وعد ولا أخذت منك الكلمة في القناة. يعني كل الوقت لك. نعم. أخونا كل الوقت لك. وأرجو أيضا أنا أطلب منك أن تسهب أيضا في الكلام، لأن الإنسان ينقل تجربة الحق للآخرين حتى ينتفعوا منها، وأنت كالجوهرة المفروض أي إنسان عندما ينظر إليها يتمتع بالجميل الذي عليه هذه النظرة. فأنت إنسان وجدت الحق والآن تروي لنا قصة الحق. بارك الله بك. تفضل. بارك الله فيك وعليك. يعني حديث العترة هو أول قاعدة يعني الإنسان يمشي عليها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويعني لما أنا واش ماذا فعلت؟ يعني بغض النظر عن الحقائق التاريخية، إذا كانت هذه الحقائق سرتنا أو غير ذلك لا ينبغي أن يكون إلا حقا. يعني بدأ يعني في حديث العترة، نعطي لك رؤوس أقلام، أنا كتبتها على ورقة وأعطيك رؤوس أقلام. غديركم أستطيع القول أن 95% من أهل السنة يجهلون كلمة غديركم ويسمونها بحجة الوداع. حجة الوداع هذا الاسم أو المصطلح الذي يعني ابتكره هؤلاء الناس كرها في سرد الحق.
يعني غديركم، أنا أقول لكل أهل السنة أو غير ذلك أو كل المذاهب، عندما تبحث في التاريخ ابحث على ما يقال، ما يسمى بغديركم، واقرأ خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا قال فيها. وإحنا سميت في الجزائر وبلك في المغرب العربي بحجة الوداع. الحقيقة التاريخية الثانية وهي سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة من يعني يجب على أهل السنة أن يعلموا أن الخلاف كان خلافا سياسيا بحتا عن السلطة، ولم يكن خلافا دينيا أو خلافا لصالح وخير المسلمين. كان سقيفة بني ساعدة يعني الرأس الأول على الأنصار وهو سعد بن عبادة، ويعني رأس أهل قريش هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكان علي الذي الرسول أولاه بالولاية. وهذه حقيقة. يعني كانوا عندنا 3 تيارات. التيار الأول هو التيار الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يكون علي وليا. وكان التيار الثاني أشراف قريش. كيف نقول أن أشراف قريش؟ وأنا أقول لأهل السنة يعني إذا شافوا مسلسل تاع عمر، مسلسل عمر بن الخطاب الذي هو مسلسل سني 100%، وكأنها نعبر مرور الكرام، وكأننا كنا مخدرين. سبحان الله. النهار يعني اليوم الذي تقرأ التاريخ تعرف يعني الحق يبقى حقا. تعرف أن كنا مغيبين عن الحقيقة، وترى أن أبا بكر يعني في مسلسل عمر يعني يتنازع مع عمر في كثير من الأحيان ويقول له أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. حقيقة، هذه حقيقة. يعني هنا في كتب السنة وفي مسلسلات السنة، ولم نتطرق إلى أي كتاب من شيعة علي وآله الطيبين. يعني بين سقيفة وبني ساعدة كاين غضب الزهراء. غضب الزهراء هي حقيقة تاريخية. غضبت الزهراء وحاججت أبا بكر على حقها، وهذه حقيقة. يعني أيعقل أن يكون نبي، يعني النبي، هل يعقل أن يكون عندنا نبي وأن يروح يعمل في مقهى؟ لا يعقل. الله سبحانه وتعالى أعطاه الخمس من الغنائم، ويعني الخمس هذا حتى يحفظ كرامة النبي، وليس حتى يكون ملكا علينا. لو كان ليكون ملكا علينا لأعطاه الله 100% من الغنائم، لكن الله أعطاه الخمس. أيعقل أن يموت نبي وتبقى بنته، يعني بنته الزهراء عليه السلام، هل تستطيع أن تقول باللي الزهراء يعني غدوة من ذاك، يعني من الغد تروح تشحت في الطريق؟ هيا صادرنا كل أملاك رسول الله. أيعقل أن بنته ماذا تفعل؟ هذه حقيقة. يعني بعد هذا كاين الوضوء والحجاج بن يوسف الثقفي، هذا رؤوس أقلام. الوضوء والحجاج بن يوسف الثقفي كما قال الله تعالى في كتابه: فاغسلوا بأيديكم وفي وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم نرى أن في السنة نغسل أرجلنا 3 مرات. ولا نعلم أن الحجاج بن يوسف الثقفي أكبر سفاح في الإسلام هو الذي سن هذه السنة، وهو الذي قال بنا أخبث ما يكون العبد على رجليه. الحقيقة يعني المرة وهي عاشوراء، وفي عاشوراء يعني احنا في الجزائر نحتفل بها عاشوراء ونحضر المأكولات ونحضر كأنها حفلة، ولا نعلم أن يعني كيف تفلح أمة قتلت خير نسل من خير نبي. كيف تفلح أمة قتلت عترة نبيها؟ هذه حقيقة. يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله من مشارق الأرض ومغاربها، ولكن يقتلون عترته. يعني هذه حقيقة مؤلمة. من الحسين يعني وعاشوراء الحسين عليه السلام نذهب إلى الحسن الذي كان خليفة منصبا بشورى المسلمين، ومعاوية في عناده
وخيانته حتى العهد من بعد الحسن بن علي. هذه حقيقة. لماذا لا يعرف أهل السنة بأن الحسن بن علي مات مقتولا بالسم، وأوصى بأن يدفن مع جده رسول الله، ومنعه البغاة أبناء البغايا من دفنه بجنب جده رسول الله؟ لو كان الحسن بن علي مجرد رجل من عترة رسول الله لا تقدم له ولا أثرى، أما كانوا ليرعون لقرابته من نبيه؟ يعني هذا السؤال والله يعني يحير. بعد الحسن بن علي أقول من رؤوس الأقلام أن الناس تبحث عن أئمة أهل البيت. يعني من المعقول أن رسول الله كان ابن عبد الله وكان ابن عبد المطلب. يعني في قبل ميلاد رسول الله كان الناس يعلمون أن عبد المطلب ليس مجرد رجل عادي، كان له كرامات وكانت له رؤيا وأحلام يعني لا نستطيع أن نتبع رجلا كانت أمه تبغي، يعني مع كل احتراماتي، أو كان أبوه يعني رجل سكر ورجل خمر وله حقيقة. يعني النسل الشريف لازم الناس، أنا أقول يعني نصيحة لوجه الله، أن يبحثوا، ليس أن لو تعطيهم الحقيقة يا حج وعد يقول الناس أن هذا يتلاعب بعقولنا ويحكي لنا حكايات ويريد أن يجذبنا إليه. والحقيقة أن أهل البيت ليسوا بحاجة إلى إشهار أو ومضات إشهارية حتى يعرفهم الناس. قبل الأخيرة أريد أن يعني في صحيح مسلم والبخاري توجد أحاديث وللأسف تقرأ ثم ويقول كذا وكذا، أو يقول فلان وفلان، يعني حتى صحة الحديث. يعني أنا لست عالما وما آتاني الله من العلم إلا قليلا، ولكن يعني هل نستند إلى حديث رسول الله ونعرفه وكي تقول جاء رجل إلى رسول الله؟ من هذا الرجل؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل حتى يصح الحديث. نقطة أخرى حج وعد، أريد أن يعرف الناس حقيقة الشيعة وكره السنة للشيعة وتكفيرهم. هذه حقيقة. وعندما تذكر اسم الشيعة يقولون أنهم يهود وأنهم كفار وأنهم اتبعوا عبد الله بن سبأ اليهودي وكذا وكذا وإلى آخره، والخوارج. يعني الشيعة يجب أن يعرف الناس أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يؤسس مذهبا وأسماه الشيعة، ولكن الشيعة أنا أقول أن نحن من موالي أمير المؤمنين ومن محبي أمير المؤمنين ومن الناس الذي يدافعون عنهم غيبا وجهرا. أنا أقول هذه شيعة، حتى أن أهل الخلاف حتى كما يقول يذللون أو يستعملون التذليل مع خصومهم، يقولون شيعة فلان، وفي القرآن مذكور شيعة نوح ومذكور شيعة موسى. هذه حقيقة. في الأخير أريد حج وعد أن يعني تكون لكم مداخلة في المستقبل القريب إن شاء الله، حتى يعرف الناس أن حتى الشيعة يوجد الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية واليزيدية وإلى غير ذلك، حتى لا يختلف الناس ويظن أن كلهم على يعني مجرى أو على مسار واحد. طيب، قبل أن يظهر السيد ميثم عنده كلمة يوجهها لك، قبل هذا أنا أريد منك بعد هذا السرد الطيب، أريد منك ما الذي تغير عندك في مسألة قراءة الحقيقة. أنا يهمني في هذا البرنامج أخي أن نعرف الحقيقة. قد تكون الحقيقة عند أي طرف، أنا لا أنحاز إلى طرف آخر، إنما أنا من شيعة محمد وآل محمد لأن الدليل طوق أعناقنا. فأنت عندما الآن الله يبارك فيك واحترم كل التوجهات الأخرى، احنا الآن معنا الأخ محمود سني واحترمه غاية الاحترام، لكن النقطة اللي سامعني الحج واحد، أنا اسمي زكي من فرنسا. لا، في عندنا شخص آخر اسمه محمود أيضا سني ولكنه أيضا منصف. أخي زكي، أريد أن أقول لك الآتي، أنه بعد أن
عرفت الحق وتشيعت لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، كيف بدأت تقرأ الحقائق؟ يعني سابقا عندما تقرأ مثلا كتاب الله وسنتي كان يمر، عندما تقرأ أنه قالوا للنبي أنه يهجر في قضية رزية الخميس يمر تبريرا، عندما تقرأ بعد أن وقفت وانصدمت بالحقيقة وركبت سفينة النجاة، كيف بدأت تنظر إلى الحقائق وماذا تنصح؟ هذا نقطة مهمة جدا. ماذا تنصح الآخرين اللي الآن هم على الدين المخالف أن يقرأوا الكتاب؟ أنا ما أقول يتشيعوا، كيف يقرأوا الحقيقة؟ فما هي النصيحة التي توجهها لهم؟ أنا أوجه النصيحة أن يعني دين الرسول القيم لم يكون دين عنف، ولم يكن دين قتل، ولم يكن دين كما نرى الآن يقولون أن النبي أخطأ وينصفون الصحابي ويقولون أن القرآن نزل في الصحابي. يعني سؤال حج وعد، إذا كان محمد، أنا هذا السؤال يعني من فضلك أطرحه يعني في الحصة، إذا كان رسول الله والعياذ بالله قد أخطأ أو خطأ كما يقولون، يعني يرتكب المزيد والمزيد من الأخطاء، الرسول كان يتلقى الوحي من جبريل، صح؟ نعم. بارك الله فيك. إذا تلقى الوحي وأخطأ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لماذا لم يصححه جبريل في المرة القادمة؟ أحسنت. هذه يعني نقطة، يعني العاقل لا تحتاج يعني لا مستوى دراسي ولا جامعة ولا قراءات ولا شهادات من لا جامعة الأزهر ولا القيروان ولا غيره. الله أكبر. تحتاج إنسانا عاقلا يرى الحقيقة بعينه. إذا كان محمد كما تقولون خطاء ويخطئ، إذا أخطأ في سرد الوحي، لماذا لم يصححه جبريل؟ بس أنا أخاطب الأخوان الكرام من أهل السنة. يا أهل السنة، بالله عليكم أتسمعون المنطق القرآني العقلائي؟ كيف الإنسان عندما يتشيع يبدأ يقرأ الحقيقة بما هي حقيقة؟ لأنه الإنسان يجب أن يبحث عن الحق. يعني هو يقول له أنه الله قال ويعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أحسنت، الله قال يعصمك. طب ليش الله مين أسرع، الله ولا عمر بن الخطاب؟ جبرائيل أسرع ولا عمر بن الخطاب؟ لماذا عمر بن الخطاب يصلح للنبي صلى الله عليه وآله في صلاته؟ يا أخي زكي، المصيبة الكبرى وين؟ إنه الصلاة تشريع والنبي أراد أن يصلي وعمر يجذبه لكي ماذا؟ لكي يصلح لنا نبينا. يعني الله بعث لنا رجل يعلمنا التشريع واللي هي الصلاة، ويأتي إنسان من بعيد ويصلح لنا هذا الرجل اللي الله قال هذا حجتي عليك وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. طيب هذا النبي أراد أن يصلي يطاع بإذن الله، طيب ليش عمر يسحبه ويعلمه؟ والمصيبة الكبرى أنه الله سبحانه وتعالى يأتي فينصر عمر على النبي محمد صلى الله عليه وآله. وويلاه يا حج وعد، أنا أقول كلمة واحدة وهي رأس المنطق ورأس العقل. إذا كان عمر قد صحح لنبي الله بسم الله الرحمن الرحيم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صدق الله العلي العظيم. السؤال هو من الذي دنا فتدلى؟ هل محمد أو غيره؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. حتى أن جبرائيل قال له يا محمد تقدم، قال له ولماذا يعني ما معنى الكلام وقال تأخذني في هذا الموقع ولماذا لا تتقدم معي؟ قال له تقدم فوالله لقد وطئت موطئا ما وطأه خلق قبلك ولا سيطأه خلق بعدك. هذه المنطقة
فقط للنبي محمد صلى الله عليه وآله. شلون هذا يوميا موقعنا ببير وموقعنا بمشكلة موقعنا بخطأ، ونجيب واحد من أمثالي مثلا عمر بن الخطاب يصلح لنا نبينا. يعني ما يصير نبينا أعوج، نبينا يمشي على الطريق السيء. فيا أخ زكي الله سبحانه وتعالى أنقذك وبارك الله بك، وإن شاء الله هذا النور الذي في قلبك ينتشر إن شاء الله في أكثر وأكثر. بارك الله فيك وعليك، بارك الله فيك وعليك. بارك الله. حج وعد. نعم. كاين رأس قلم أخير أقول، ولن أخذ أكثر من دقيقة من وقتك القيم. أقول شيئا واحدا من رواة الحديث، الصحابي الذي يدعى أبو هريرة. أبو هريرة أدرك رسول الله في 3 سنوات الأخيرة في المدينة المنورة، والرسول لم يكن ثرثارا، هذه حقيقة. علي تربى في بيت نبي الله ولم يسرد عن النبي إلا حوالي في كتب السنة 310 أحاديث. كيف يعقل أن عليا في رسالة 23 سنة يعيش في بيت رسول الله وأخوه وصهره وابن عمه يروي عنه 310 أحاديث في 23 سنة، وأبو هريرة أدركه في 3 سنوات روى 5000 حديث. والسلام. حياكم الله سيدنا. هل لك من كلمة سيد ميثم؟ شكرا لكم سيد. بارك الله ما شاء الله. شكرا لكم. حيا الله الأخ زكي، أهنيه وأبارك له ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم والبراءة من أعدائهم. حبيت فقط أسأل الأخ الكريم، أنت الآن تحولت إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، يعني أصبحت شيعي المعتقد. هل أنت شيعي المعتقد تؤمن بإمامة 12 إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم؟ نعم بالطبع. طيب إخوان الأعزاء. نعم سيد ميثم. نعم بالطبع. نعم. طيب كيف آمنت بإمامة إمام غائب وهو المهدي وأنت لم تراه ولم تشاهده؟ بأي دليل وكيف اقتنعت وكيف آمنت بهذا؟ تفضل. يا سيد ميثم حياك الله، إذا آمنت بمحمد الله النبي الأكرم وأنا مستعد لتقديم حياتي وآخرتي حتى تكون فداء حتى لتراب علي رسول الله، كيف لا أؤمن بالمهدي وكيف لا أتبعه؟ الله أكبر. والله لطالما أنا أجيب بهذا الجواب، لأنه إذا آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله فكل ما يخرج من النبي إذن هو حق. والنبي، هذه من النكات اللطيفة سيد ميثم والأخ زكي وباقي الأخوة والأخوات، شوفوا هم يقولون أنه ولاية الأمر والإمامة ليست بالنص، وعندما يأتون إلى المهدي عليه السلام يقولون أنه نص بالنص، وقال مو فقط بالنص، قال اسمه محمد. يعني تبين أن كل الكلام اللي ذكروه كذب. تبين أن النبي عين بالنص وقال أنه الخليفة سيملأ الأرض قسطا وعدلا اسمه كاسمي، يعني اسمه محمد. فإذا لم يكن هنالك تعيين كيف يعينه هو بالاسم؟ لذلك أنتم تفهموا أنه الشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم على طريق الحق، وموجود عندهم أن الخلفاء من بعد 12 خليفة أو الأمراء، لكنهم لا يعرفون أسمائهم أو يعمون هذه الأسماء. جزاك الله خير الجزاء أخونا زكي، ورحم الله والديك، والله يوفقك إن شاء الله للدنيا والآخرة. رحم الله والديك. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم بارك الله بكم.